نتائج الجولة الأولى من بطولة دورينا اليمني للدرجة الأولى. 7 مواجهات نارية. المباراة الأولى كانت بين نادي شباب البيضاء الذي استقبل نادي هلال الحديدة، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0. بينما المباراة الثانية كانت بين نادي اتحاد إب الذي استقبل نادي العروبة وخسر أمامه بنتيجة 2-1. فحمان أبين استقبل نادي تضامن حضرموت وخسر أمامه بنتيجة 1-0. السد من مأرب استقبل نادي سلام الغرفة وفاز عليه بنتيجة 1-0. بينما ديربي حضرموت بين اتحاد حضرموت وشعب حضرموت فاز الفريق الضيف بنتيجة 2-0 الذي هو نادي شعب حضرموت. بينما المكلا استقبل نادي اليرموك القادم من صنعاء وفاز عليه بنتيجة 2-1. بينما ديربي العاصمة صنعاء انتهى بنتيجة 1-0 لإمبراطور الكرة اليمنية نادي الأهلي على نادي وحدة صنعاء. شاهدنا 7 مباريات نارية، شاهدنا الروعة والجمال، والبث كان ممتاز من قناة يمن شباب، الحضور الجماهيري المميز، ونتمنى نجاح الدوري اليمني الممتاز إن شاء الله بإذن الله لهذا العام. تابعوا معلقكم اليمني أيمن عبد الله وانشروا المقطع، وتحياتي للجميع.